السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. انا منى ودي قناتي، ويا ريت لو بتشوفوا القناه دي لاول مره تشتركوا عندي فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وكمان تعملوا لي لايكات كتير وتعليقات كتير على الفيديوهات، وان شاء الله انزل لكم فيديوهات حلوه تعجبكم. النهارده الفيديو بتاعنا سهل وبسيط وقصير كده، وباذن الله يعجبكم. هنخزن مع بعض سبانخ. انا الفيديو اللي فات كنت عامله معاكم تخزين تفريز الطماطم، النهارده ان شاء الله هيبقى سبانخ. انا بجيب كده السبانخ بنضفها واشوف لو فيها حاجه يعني وحشه بشيلها، وبعدين اغسلها غسله كويسه، بنقعها شويه في ميه وخل، واسيبها تقريبا مثلا 10 دقايق، ربع ساعه كده او اكتر مثلا في الميه والخل، وبعدين بقى اشطفها تاني مرتين 3 كويس، وبعدين ابدا ان انا اقطعها زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. هو الفيديو سهل وبسيط وتقريبا هو شارح نفسي يعني، بس انا قلت اسجل عليه بصوتي، بحس ان انا نبقى كده قريبين من بعض يعني، ما اغيبش عنكم تاني يعني. هنا بقى كنت بقطع السبانخ. جيب الكميه اللي انت عايزاها، وزي ما قلت لك هي اكيد الكميه اللي احنا هنخزنها هتخلص، بس الواحد بيعمل حاجات تسهل عليه. مثلا لو انت في يوم مستعجله، يوم مثلا عايزه تعملي اكل سريع، كنت بره وراجعه، للناس اللي هي بتشتغل. وبرده حاجه تانية يعني، برده ما في ناس بتيجي تخزن، ما تجيبيش كله مره واحده يعني، علشان ما تجيش على ميزانيه بيتك. هاتي حاجه حاجه يعني. مثلا كل سوق مثلا هاتي كيلو سبانخ ارميه في الفريزر، مش لازم تجيبي الكميه كلها مره واحده على بعضها، بحيث ان انتي ما تاثريش على ميزانيه بيتك في الفلوس. تمام. انا هنا كده كنت بقطع السبانخ وبضيف عليها حاجه، انا معرفش الناس كلها بتضيف عليها الحاجه اللي انا بضيفها ولا لا. بضيف عليها كزبره وبقدونس يعني خضار. ده الخضار ده الصراحه بيديها طعم حلو قوي لما بتيجي تطبخيها يعني. هنا بقى كنت بقطع كميه السبانخ اهي. يا رب اكون خفيفه على قلوبكم وفيديوهات تعجبكم، وعايزاكم كده تشجعوني مثلا في الكومنتات، تقولوا لي مثلا بتتفرجوا عليا منين، بتشوفوني يعني الفيديوهات بتاعتي لما بتشوفوها بتعجبكم، في حاجه عايزيني اغيرها كده يعني، اقترحوا عليا كده في الكومنتات يعني. هنا بقى كنت بقطع الخضار اللي انا قلت لكم عليه، بقطع بقدونس وكزبره شويه كده، مش كتير يعني. هي كميه السبانخ معايا مش كتير يعني، اقل من كيلو تقريبا. بس هو ده كويس يعني، اقل من كيلو. هعمله كيستين وهحطه في الفريزر، الكميه دي هتكفيني، كل كيس هعمله طبخه هيكفيني وهيبقى كويس يعني. تمام زي ما انتم شايفين. هقلب بقى الخضار فيها كويس، وبعدين بقى احطه في الاكياس. ونقطه مهمه، لما تيجي تحطي السبانخ في الاكياس، تطلعي منها الهواء كويس يعني، ما تحطوش الكيس في الفريزر وهو فيه هواء. حاولي على قد ما تقدري تخرجي منه الهواء على قد ما تقدري. اهو كنت بحط كده كمية السبانخ، وتقريبا المقطع ده اتعاد او حاجة، في حاجة غلط يعني في الفيديو. اهو بخرج من الكيس، حاولي تخرجي الهواء من الكيس على قد ما تقدري، وتحطيه في الفريزر على طول. ولما تيجي تطلعيه من الفريزر، يعني السبانخ من الحاجات اللي هي لما تكون انتي مثلا عملتي التسبيكه وكده، والتسبيكه خلاص اتسبكت من الفريزر على الحله على طول، ما تسيبهاش تفك يعني. هي وهي متلجه كده تتحط على طول في الحله. انت كده كده غسلاها ومنضفاها ومظبطاها قبل ما تحطيها في الفريزر، فهي مش مستاهله حاجه تاني يعني. كده كميه السبانخ اللي عندي. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم واكون خفيفه على قلوبكم. اسيبكم في رعايه الله، ما تنسوش بقى تعملوا لي اشتراك. مع السلامه.